ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم القرنبيط بطريقه سهله وبسيطه، وهقول لكم على كل اسرار ان هو يطلع معاكم مقرمش. شايفين بقى جماله عامل ازاي؟ شايفين؟ انتوا سامعين بقى سر القرمشه بتاعته؟ شايفين بقى؟ ومستوي جميل. اتمنى ان انتوا تجربوه بطريقتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، ويلا ندخل على الطريقه والمقادير. الطبق بقى بيتكلم عن نفسه. هحتاج زي ما انتم شايفين كده راس قرنبيطه، شايفينها بقى. هحتاج كوبايه دقيق، هحتاج ربع كوبايه نشا، هحتاج معلقه خل، هحتاج بيضه، هحتاج 3 معالق بقدونس، نص معلقه بيكنج باودر. هحتاج بقى ايه في البهارات؟ كزبره، كمون، ملح، بصل بودر، بابريكا. هنركن كده المكونات كلها كده على جنب زي ما انتم شايفين كده، ونجيب راس القرنبيطه كده زي ما انتم شايفين. ابدا ان انا ايه اقطعها كده بالراحه خالص. زي ما انتم شايفين كده انا قطعته القطعه اللي انت حباها، او يعني براحتك على حسب القطعه اللي انت حباها. عايزاها صغيره كده براحتك، عايزاها كبيره برضو براحتك، مش هنختلف يعني. هحتاج بقى ايه زي ما انا قلت لكم، هحتاج ايه 3 معالق توم. انا هرسته في الهون زي ما انتم شايفين كده. هنزل بس بملح عليه كده زي ما انتم شايفين، وابدا ان انا اهرسه تاني. احنا عندنا خطوة اختيارية، ان احنا ممكن ناخد القرنبيط دوت وننزل فيه بحلة على البوتاجاز فيها مية سخنة، فيها فص ثوم، كمون، رشة بسيطة ملح، ونسلقه سلقة خفيفة براحتكم خالص. حابين ان انتوا تستغنوا عن الخطوة دي براحتكم، حابين ان انتوا تعملوها برضو عادي خالص. انا هحب ان انا اعملها على اساس ان بحب ان انا يبقى القرنبيط عندي مفهوش ريحة يعني كده. شايفين بقى انا حطيت الحله زي ما انتم شايفين. هنزل بقى ايه بقطع القرنبيط كده. في الخطوه دي اختياري بالنسبه لكم. بصوا بقى يا حبايبي، انا برضو حبيت ان انا اسيب دول بقى عشان اعملهم معاكم على البارد برضو من غير حاجه. فانتوا زي ما انتم شايفين كده انا نزلت بقى ايه 3 معالق توم. هنزل ايه بالبضايه، ممكن تستغني عن البيضه زي ما انتم شايفين. هنزل بالخل، هنزل بالنشا والدقيق والبقدونس زي ما انتم شايفين كده. ممكن اجيب بودر نص معلقة زي ما انتم شايفين. هنزل بالبهارات بتاعتي، البقدونس، الحاجات كلها كده، بس اقلبها كده. اجيب كوباية مية او كوباية وربع مية. ده اول كوباية. دي الربع.
اهو زي ما انتم شايفين اهو ده القوام بتاعه. هنجيب بقى كوبايتين دقيق. الكيس دوت نشا زي ما انتم شايفين كده، هو ربع كوبايه. هنزل مع الدقيق كده زي ما انتم شايفين، نص معلقه بيكنج باودر، ملح بس زي ما انتم شايفين اهو. هقلب كده المكونات دي اللي هو الدقيق مع النشا. ظبطت الملح بتاعي، هنزل بايه بقى اهو. زي ما انتم شايفين هروح نازله بالدقيق مع النشا تاني اهو. شايفين دوت اللي هو من غير سلق. اللي بسلق بقى هو برضو سلق زي ما انتم شايفين، مش السلق اللي هو الكبير يعني، يا دوب نزلته في الميه بس وطلعته تاني. شايفين بقى حاطه بقى طاسه على البوتاجاز. حابه ان انا بقى ايه اسخن الزيت خالص، وبعد كده اروح منزلها فيه القلي اللي انتم شايفين. شايفين بقى وزي ما انتم شايفين اهو حطينا الطاسه. هنزل ايه بقى الزيت بتاعي على نار متوسطه. هبدأ بس نقلبه كده. شايفين بقى الجمال. زي ما انتم شايفين اهو. شايفين بقى سامعين بقى انتوا التكه بتاعته دي. شايفين شايفين بقى شايفين بقى انا خلصت زي ما انتم شايفين كده كل الكميه بتاعتي. شايفين بقى الجمال بجد، حاجات وقرنبيطه من الاخر. شايفين بقى جمالها عامله ازاي. شايفين بقى انا خلصت كل الكميه زي ما انتم شايفين كده. اتمنى ان انتوا تجربوها بطريقتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. دمتم في رعايه الله وامنه، واستنوا فيديو جديد. شايفين الجمال بقى انتوا.